أنت حاليًا أذكى من النسخة اللي هتكون عليها بعد 5 دقايق، وده لسبب واحد مرعب. كل مرة عينك بتيجي فيها على إشعار، أنت مش بتضيّع ثواني بس، أنت بتسيب جزء من عقلك جوّه التطبيق ده. العلماء اكتشفوا إن مخك بيحتاج 23 دقيقة كاملة علشان يرجع لقمة تركيزه بعد كل بصة بتبصها أو تركيز بيشتتك خارج اللي أنت بتعمله. يعني حسابيًا أنت عايش طول يومك في غيبوبة ذهنية. والسر اللي هاقوله لك هو اللي بيخلّي ناس زي إيلون ماسك ينتجوا اللي غيرهم بينتجوه في يوم واحد، على عكس الناس العادية بينتجوه مثلًا في أسبوع أو شهر. وده حاجة بسيطة جدًا اسمها deep work. في ناس بتقعد على المكتب بتاعها لمدة 10 ساعات وبتنتج 2/10. في ناس تانيين بيقعدوا على المكتب بتاعهم ساعتين بس وبينتجوا 10/10. المعادلة بسيطة جدًا بتقول لك إن الوقت بكثافة التركيز. يعني ببساطة جدًا لو أنت وقتك ساعتين وكثافة تركيزك 10/10، إذًا أنت بتطلّع 20، وده أعلى من المتوسط ب10، لإن أنت المتوسط بتاعك 10/20. لكن لو أنت مثلًا وقتك ساعتين وكثافة تركيزك 2، أنت بتطلّع 4، وده أقل من المتوسط لإن إحنا قُلنا المتوسط بتاعك 10، فرق 16 ما بينك وما بين التاني اللي حَط تركيز 10/10. طب إزاي أوصل لقمة التركيز ده؟ أغلب الناس بتبدأ يومها وهي بتسأل نفسها أنا هاعمل إيه النهارده؟ وده يعتبر بداية لطريق فشل يومك. أنت المفروض قبل ما تنام بتكون محدد المهمة اللي أنت عايزها علشان تقتل فشل الاختيار. وأول ما بتقول أنا هاعمل ده بكرة وليكن مثلًا أنا هاعمل بحث، وفي سر خطير هنا أنت لازم تفصل وقت التدوير عن وقت التنفيذ. يعني إيه؟ وليكن زي ما قُلنا مثلًا هنعمل بحث، البحث ده لازم نجمّع له مصادر، المصادر دي بنجيبها عبر الإنترنت اللي هو جوجل بقى أيًا كان ChatGPT، أيًا كان الوسيلة هنجيبه منها. أنت بتفصل وقت التدوير عن التنفيذ، يعني بتجمّع المصادر بتاعتك في وقت قبل ما تنام مثلًا، علشان تاني يوم الصبح ما تقتلش البحث اللي أنت بتعمله ده بالبحث عن المصادر. يعني أنت خلاص جمّعت المصادر بتاعتك وقت قبل ما تنام، تاني يوم بتفصل الإنترنت عشان وقت التنفيذ تشتغل والتدفق بتاعك يكون في قمة تركيزه. علشان تدخل المنطقة المحظورة اللي بيكون فيها التركيز بتاعك 10/10، أنت محتاج 3 مفاتيح علشان تدخل المنطقة دي. المفتاح الأول وهو مفتاح رقمي اللي هو إحنا نقفل البيانات ونقفل الواي فاي عشان تكون معزول عن المشتتات بتاعة التليفون. المفتاح التاني ألا وهو حس شوية لو أنت مثلا بتتشتت من أي صوت حواليك، اعمل حاجة اسمها عزل الصوت. يعني البس سماعة حتى لو مش مشغل فيها أي حاجة، أو اسمع مثلا قرآن، أو اسمع مثلا حلال بيت اللي هو مثلا موسيقى حلال أو الكلام ده كله. المفتاح التالت اللي هو المسافة. لازم يكون تليفونك أو الحاجة اللي أنت بتشتتك بعيدة عن مجال رؤيتك. في بحث أُثبت في جامعة تكساس إن حتى لو التليفون في مجال رؤيتك بيقلل من الIQ بتاعك وبيقلل من القدرة الاستيعابية بتاعتك. ده بيبقى تلقائي كده، العقل اللاواعي بيقلل من قدرة التركيز بتاعتك. يعني بدل ما هي مثلًا 10/10 بيخلّيها 8، فإحنا عايزين ال10/10 كاملين بدل ال8. ثواني هاقول لك إيه هي ال15 دقيقة اللي لو عدّيتها هتحس بمتعة تفوق الدوبامين بتاع التيك توك. ركّز معايا في الجزء اللي جاي ده لإنه مهم جدًا. مُخّك مش مكنة، مُخّك عبارة عن دورات بيولوجية. كل دورة من الدورات دي لو فهمتها صدّقني هتقدر تنتج وتركّز أعلى من الناس اللي حواليك. الدورة الأولانية وهي الربع ساعة الأولى، ربع ساعة باسميها الاحتكاك. ال15 دقيقة دي لازم تقاوم كل حاجة بتيجي لك من أي مشتت حواليك. إذا كنت متضايق وزهقان من القعدة اللي أنت قاعدها أو عايز تقوم، أو مثلًا التليفون محطوط بعوجة فأنت عايز تقوم تجيب المسند عشان تسنده صح، أو مثلًا اللاب محتاج تجيب له الstand اللي شُفته على أمازون فأنت لازم تخش تشوف. كل ده يعتبر مشتت خارجي. لازم تقاوم خلال الربع ساعة دي المشتتات اللي بتيجي لك. وصدّقني لو قاومت ال15 دقيقة اللي في الأول دول، اللي هي دورة الاحتكاك دي، هتدخل على الدورة التانية وهي نشوة الإنجاز. الدورة التانية وهي 60 دقيقة، هتلاقي نفسك أنت انغمست أصلًا في الشغل ومكمّل في الحاجة اللي أنت بتعملها دي ومش حاسس بالوقت. وفي الحالة دي أنت دخلت في قمة تركيزك اللي إحنا عايزينه. استفدت من الربع ساعة الأولانيين 15 دقيقة، دخلت في الساعة التانية اللي هي 60 دقيقة، كده أنت يعتبر عملت قمة التركيز. ولكن في حتّة صغنّنة وهي اسمها التبريد، ودي ربع ساعة بتبدأ تقلل التركيز في الآخر خالص. الصدمة هنا إن الdeep work بيوفّر عليك يعتبر باقي يومك. لو أنت خلّصت
كل اللي أنت محتاجه في ساعتين بس عن طريق التركيز التام اللي أنت بتعمله ده، صدّقني أنت اشتريت باقي اليوم. أنت ما عندكش ولا لحظة واحدة من تأنيب الضمير وأنت قاعد مع أصحابك أو قاعد مع أهلك أو حتى وأنت رايح الgym بالحاجة اللي أنت ما عملتهاش أو الخطة اللي أنت ما حطّيتهاش أو الهدف اللي أنت ما عملتوش. فأنت يعتبر بتوفّر وقت، حتى لو وفّرت وقت لشغل تاني أنت شغّال وبتستفاد. بدل ما أنت كنت بتدّي تركيز قليل لعدد ساعات طويل، لأ أنت بتدّي تركيز جامد جدًا لعدد ساعات قليل، وبالتالي أنت بتشتري وقت. لو فاكر دي نهاية الفيديو، عايز أقول لك إن إحنا هنعمل تحدي لمدة 24 ساعة، وأنا هاشارك معاكم ذات نفسي في التحدي ده علشان نكون خدنا أقصى استفادة من الفيديو ده، ونكون خدنا التجربة مع بعض، وبإذن الله تكون استفدت. سلام.